توتة توتة خلصت حتوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ ايه ده، هو انتوا لسه صاحيين؟ دي رابع قصة احكيها لكم وقلت خلاص نمتوا. ايه انتوا قرود مفيش فايدة. يلا بقى ناموا علشان عندنا رحلة الصبح. ناموا بقى عشان ما نتأخرش على الباص الصبح، هتروح علينا كده، انتوا احرار. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. طب يا ماما انا جعانة يا ماما، هتنيمي يعني بنتك جعانة؟ هنيم بنتي اللي متعشية 5 مرات غصب عنها علشان تفضل صاحية وتهرب من النوم جعانة. انا اصلا امنا الغولة. يلا ناموا بقى، والله هعضك في مناخيرك. لا وعلى ايه، مناخيري كده هتكبر. خلاص هنام، انا نمت اصلا. ايوه كده، ونامي انت كمان يا كارما يا سوسة. تلاقيكي ساكتة عشان تخططي الخطة عشان تهربي من النوم يا سوسة زي جودي، مش كده؟ يلا ناموا. حاضر. أخيرا ناموا القرود. أما أروح بقى أعمل اندومي. يلا بقى يا كارما، مش عايزين نتأخر. مين كارما؟ ايه مالك يا كارما، هو انت لسه نايمة ولا ايه؟ انت يا كارما في ايه، مستغربة ليه؟ بس انا مش اسمي كارما. هو انت جبتي الاسم ده منين يا فوزية؟ لا ثانية كده، انت قلتي فوزية؟ قلتي فوزية صح؟ مين فوزية دي بقى؟ انت يا فوزية، اسمك فوزية. مالك يا بنتي في ايه؟ لا هو انت بتهزري صح؟ مين دي اللي فوزية؟ انا ما اسميش فوزية، انا اسمي جودي، وانت اسمك كارما. لا يا فوزية، انت شكلك كده سخنة وبتخرفي. انت نسيتي يا بنتي اسماءنا ولا ايه؟ بصي، هو انا سكتلك من الصبح على الشيء اللي انت لابساه ده ومش عارفة اصلا انت جايباه منين، انما انك تقولي لي فوزية ده اللي انا عمري ما اسكت عليه. انا اسمي جودي. جودي ايه، هو في حد اصلا اسمه جودي؟ ايه الاسم الغريب ده، جبتيه منين؟ والله انا ما فهماكي. طب انتي تقصدي ايه؟ طيب لعبة مثلا انتي اخترعتيها وبتلعبيها معايا؟ طب فهميني على الاقل طيب عشان اعرف العب معاكي. انتي ليه بتتكلمي على لبسي؟ انتي اصلا لابسه لبس شبهه. ايه ده؟ اللبس ده مش ذوقي خالص. انتي مجنونه صح؟ قولي انك مجنونه. فين ماما يا ماما؟ في ايه يا فوزيه؟ ايه اللي مضايقك وصوتك عالي كده ليه؟ بابا لسه مصحيش من النوم، ولو سمعك وانتي بتزعقي كده هيزعل منك. مش قلنا لما حد يكون نايم نحترمه وما نعملش دوشه؟ ما اعملش دوشه؟ انتي مش عايزاني اعمل دوشه باللي انتوا بتقولوه ده؟ فوزيه مين يا ماما؟ انا اسمي جودي. حتى بالاماره احنا كنا امبارح بننام بدري عشان نصحى نروح الرحله بالباص. هي اختك مالها يا فتحيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوليلي بس، هو انت كنت بتحلمي بحاجه تقريبا ولسه ما صحيتيش صح؟ بصي كملي نوم وهتبقى كويسه، واهدي كده عشان محدش فينا فاهمك ولا عارف اصلا انت بتقولي ايه ولا تقصدي ايه بالظبط. لا يا ماما انا مش بحلم، انا صاحيه. واسمي جودي، واللي بتقولي عليها دي فتحيه اسمها كارما، وحضرتك يا ماما اسمك كريمان، وبابا اياد، واخويا معتز. الله، تصدقي حلوه الاسماء اللي انت بتقوليها دي، بس انا مش اسمي كريمان، انا اسمي فوقيه. وبس اسمعي كلامي يا فوزيه، خدي بنصيحتي ونامي يا حبيبتي، وهتصحي تلاقي نفسك زي الفل. البت دي دماغها ضربت ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده مقلب صح؟ هو انتوا عملتوا كل ده عشان تعملوا فيا مقلب؟ طب خلاص. ضحكت اهو. دمكوا خفيف قوي يعني، ده انا هسخسخ من الضحك. وكمان غيرتي ديكور البيت ولبسك وشعرك، ده انتوا تعبتوا قوي في المقلب ده. خلاص انا كشفتكوا. الظاهر كده ان دماغك ضربت زي ما ماما بتقول. نامي يا فوزية نامي. لا هما بيهزروا، مش هبل هو. ده ممكن اكون بحلم مثلا. ايوه ازاي ما جاش في بالي. انا هنام وهصحى وكله هيبقى تمام. يوه، ده لسه في نفس المكان وكل حاجة زي ما هي. الظاهر كده ان ده ما كانش حلم. هو ايه اللي بيحصل؟ يعني انا فعلا خلاص اسمي فوزية وهي دي حياتي؟ انا رحت لزمن تاني ولا ايه؟ لا مش ممكن بس يكون ده. ممكن عشان اتعشيت محشي. ما انا ما كانش المفروض اتغابى، ما حدش بيتعشى محشي.
ادي اهو اثر على دماغي وعمل لي هلاوس. اما نشوف كده، ممكن اطلع كده واشوف باقي العيلة. ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ هو انت بابا؟ ده انا كنت فاكراك ستارة. ايه يا بابا اللي انت لابسه ده؟ ضحكتيني يا فوزية، دمك خفيف يا مضروبة. مضروبة؟ مين اللي ضربني؟ تعالي شوفي بنتك يا فوقية، هتموتني والله من الضحك. هموتكم من الضحك؟ انا برضو اللي هموتكم من الضحك. ايه العيلة دي؟ بقولك يا كرمة. برضو كرمة تاني؟ انا اسمي فتحية مش كرمة. يا شيخة اقعدي على جنب، ما تتحمقيش كده. فتحية يا ستي، انا اسفة. بصي، انا كنت سايبة تليفوني في الأوضة جوه، وديتوه فين بقى؟ تليفون؟ يعني ايه اصلا تليفون؟ اصلا ده كده يعني عبارة عن جهاز عليه ألعاب وحاجة اسمها نت، وتقدري تكلمي أصحابك عليه وتقضي معاهم الوقت اللي انت عايزاه، وتدردشوا سوا وتلعبوا سوا. مش عارفة يعني بصراحة أقولك ايه. هو أنا يعني أصلا مش عارفة يعني ايه معنى تليفون، بس يعني على وصفك ليه كده حاسة يعني مش حاجة مهمة. ازاي مش حاجة مهمة؟ ده أنا ما أقدرش أعيش من غيره ولا لحظة. ياه، للدرجة دي يعني بتحبيه أكتر مني أنا وبابا وماما وعبد المجيد؟ لا طبعا مفيش مقارنة، انتوا أكتر الناس بحبها، وهو برضو أكتر جهاز بحبه. هو انت يعني ازاي شايفاه مش مهم وملهوش لازمة؟ أيوة، أنا شايفة إن هو ملهوش لازمة. يعني هتسيبينا وتلعبي وتكلمي صاحباتك عليه، ما تلعبي معانا احنا وتكلمينا احنا اخواتك واصحابك وعايشين معاكي في نفس البيت. اللي يخليكي تسيبينا وتروحي تكلمي ناس تانية وتصاحبيهم وتلعبي معاهم وتتشغلي عننا؟ تصدقي انك صح في دي؟ انت عندك حق فعلا، ما انا عندي انتوا. طيب ما يلا بينا بقى نلعب، ولا ايه؟ قوي نلعب. وماله، ما نلعبش ليه؟ ايه ده؟ هو انا مالي بقيت اتكلم زيكم كده؟ هو انتوا عديتوني ولا ايه؟ طب هنلعب ايه بقى؟ هنجري ورا بعض، او ممكن نلعب استغماية، او ممكن طوبة ورقة مقص. الله، ايه الالعاب الجميلة دي؟ انا بقالي كتير ما لعبتش العاب فيها حركة. طب يلا نادي على معتز، قصدي عبد المجيد، وتعالي يلا عشان نلعب سوا. ياه، ده اللعب ده جميل جدا. انا ما تخيلتش اني هضحك كل ده. الله، ايه الريحه الجميله دي تلاقي ماما عامله كيك. ماما ينفع اخد حته؟ ريحه الكيكه تحفه. ايوه طبعا، بس استني لما خالته تيجي وناكلها كلنا سوا. ايوه طبعا يا ماما، دي حتى خالته وحشتني موت. ازيك يا خالته؟ وحشتني موت. وانت كمان يا فوزيه وحشتني جدا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. وانت كمان وحشتينا. يلا نلعب بالعرايس. ياه، ايه الجمال ده! انا اول مرة اعيش اللحظات الحلوة دي. في العادي كنا نبقى كلنا قاعدين مع بعض، بس كل واحد فينا بعيد عن التاني. كل واحد ماسك تليفون ومش بنتكلم ولا بنهزر ولا بنلعب مع بعض. حتى كمان ماما وخالته مش مبطلين ضحك وهزار مع بعض، وبابا مع جوز خالته عاملين شاي وقاعدين فوق السطح، وريحة البيت مليانة كيكة ولعب وهزار وضحك. يا ريتني كنت فعلا اتولدت في الزمن ده من البداية. ده أحلى بكتير من الدوشة اللي احنا كنا قاعدين فيها. دلوقتي حاسة بقيمة وطعم كل حاجة، ومفيش أي حاجة شغلانة عن بعض. يا ريتني أفضل هنا ومرجعش تاني هناك أبدا. جوزي، كارما، يلا يا حلوين، ميعاد للباص. ماما؟ لا يا ماما، هو انا بقيت جوزي تاني؟ لا انا ايه اللي رجعني كده؟ انا عايزه ابقى فوزيه، مش عايزه ابقى جوزي تاني. فوزيه مين؟ هو انتي يا جوزي كنتي بتحلمي ولا ايه؟ تعالي بس يا جوزي نقعد برا عشان تعرفي تحكي لي ايه اللي حصل. انا معاكي طبعا يا جودي، ان الزمن اللي انت حلمتي بيه ده كان احلى في كل حاجة. كان فعلا ابسط واجمل
وأنا عارفة ده لأني كنت عايشة فيه. بس لازم انتي تكوني عارفة إن ده كان مجرد حلم. يعني انتي ما اتولدتيش في الزمن ده ولا حاجة زي ما انتي فاكرة، وإنك مولودة في زمن التكنولوجيا. بس يا منى مش حباه، أنا عايزة أرجع زي الأول، زي ما كنت بحلم. كل حاجة كانت جميلة واتبسطت أكتر. يا ريت يا جوزي كنت أقدر أحققلك ده، بس للأسف مش هينفع. وبعدين اللي احنا فيه مش وحش قوي يعني. بصي للحاجات الحلوة، إنك مثلا بتتعلمي حاجة جديدة تفيدك كل يوم وبتسلي وقتك، وبتقدري تستفادي من التكنولوجيا لو استخدمتيها صح، وكل يوم بتسلي وقتك. ده تطور ولازم نعيشه، وإلا هنبقى جاهلين ومتأخرين عن كل الناس. لازم نمشي مع الزمن، ما ينفعش هو يمشي وحياتنا تقف، مش هنعرف كده نعيش. بس أنا عندي فكرة جميلة، احنا ممكن نقدر نستفاد وفي نفس الوقت نعيش الأيام الحلوة. ازاي يا ماما؟ ازاي هنقدر نعمل كده؟ يعني ما نمسكش الموبايل 24 ساعة، يعني احنا اللي بنتحكم فيه بس مش هو اللي بيتحكم فينا. نمسكه وقت ما نحتاجه بس، مش على الفاضي والمليان. وكل ما نشوف نفسنا زهقانين نمسكه، كده غلط. احنا ممكن نخصص وقت معين كلنا نقفل موبايلاتنا ونلعب سوا او نطبخ سوا كده يعني. وبالطريقة دي هنقدر نعمل الحاجات الجميلة كلها اللي احنا عايزينها، ونعيش لحظات جميلة. ومثلا في يوم نتفق نتجمع مع خالته وعمته ونقفل كلنا تليفوناتنا ونقضي اليوم من غيره خالص ونعمل ذكريات جميلة. مش عارفة يا ماما، حاسة كده إن مش كله هيوافق على ده. محدش أصلا بيسيب التليفون من إيده. لا ما تقلقيش خالص، سيب الموضوع ده عليا وأنا هتصرف معاهم. أنا متحمسة لليوم ده جدا. وأنا كمان. يلا بينا بقى نصحي أختك علشان نلحق الباص وما يمشيش من غيرنا.